من أول ما تسمع اسمه تعرف إنك على موعد مع مشاهدة عمل رائع. بسرعة البرق هيجذبك محتواه ويتسلل جواك وياكل دماغك بأفكار هتجري في عقلك، فتتحرك مشاعرك النايمة وعواطفك الميتة. وده لأنه هيمس جانب من جوانب حياتك وتتعرض لشوية حاجات كده في الطريق، إيشي وجع على صراخ على ألم ومتعة وسخرية وإحساس بالمسؤولية وغيرها من المشاعر اللي هتسافر بيك وانت مندمج في حكايات وحيد حامد اللي قدمها طول مسيرته في أعمال سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة. حسن، ايه رأيك في 10 طاولة؟ فكرة وصل البحر الأبيض والبحر الأحمر قديمة جدا، وبنرجع إنشاء أول قناة بين البحر. وحيد حامد الكاتب والمؤلف والسيناريست المصري اللي أسرى بكتاباته الحياة الفنية منذ الوهلة الأولى لبداية ظهوره. قدم أميز الأعمال وعنده رصيد فني مهول، مش في الكم ولكن في محتواه وقيمته. اتميز بعرض الواقع بكل جوانبه وزواياه من غير ما يتصنع او يخفي حاجه علشان خاطر يرضي حد، فكان مثير للجدل بافكاره وجرأته وتحرر قلمه. ما بين اعماله اللي الفها او اعمال مقتبسه اعاد كتابتها مره تانية بعد ما حط عليها بصمته، كان اهتمامه الزايد فيها بقضيه العداله بجانب مواجهته للفساد والارهاب والتطرف والظلم وغيرها. قدم افلام اجتماعيه ليها بعد سياسي ناقش فيها قضايا المجتمع المصري، وبداها بفيلم طائر الليل الحزين. كتابه السيناريو جت معاه صدفه ما سعاش ليها. في بدايات وحيد حامد كان بيكتب مسلسلات اذاعيه، وبسبب نجاح مسلسله الاذاعي طائر الليل الحزين تهافت عليه المنتجين علشان يشتروا القصة علشان يعملوها فيلم سينمائي. وكان الموضوع ده سائد في فترة الستينيات من القرن، فكل منتجين السينما كانوا عايزين يستفيدوا من نجاح الإذاعة وتحويل أعمالها لأفلام سينمائية. وحيد حامد رفض إن حد غيره يكتب سيناريو الفيلم، وده كان نوع من الغيرة على القصة بتاعته. أنا مش هسيب القضية دي إلا وأنا ميت. مش بعيد أموت على إيديك. ورغم انه ما يعرفش حاجه عن كتابه السيناريو الا انه اتحدى نفسه وكتب هو سيناريو الفيلم. ولما قدم السيناريو للمخرج يحيى العلمي عجبه جدا وقال له ايه السيناريو الحلو ده. رشح وحيد حامد عادل امام علشان يعمل دور عادل عزام البطل في الفيلم، وده لان هو اللي عمله في الاذاعه ونجح فيه نجاح كبير. ورغم اصرار وحيد على عادل امام الا ان يحيى العلمي رفض وقال له انا عايز شاب وسيم علشان تحب شويكار، ورشح للدور محمود عبد العزيز. اسمعي مني، اسأل اخوكي والمرتيش قولي لابوكي ده انا بحبك واسألي قلبي. فيلم التخشيبة كان بيلقي الضوء على رتابة القانون الجنائي اللي كان محتاج وقتها لإعادة النظر فيه، وده من خلال عرض مشكلة دكتورة محترمة بينقص القانون من وضعها الاجتماعي ويحطها تحت المساءلة ويحطم من مكانتها الاجتماعية، واللي تسبب بعد كده في تدمير حياتها. شعرك متوسط أحمر داكن. أيوة، متوسط وأحمر وداكن. تعمل معروف وتخلصني بقى. لون العينين سودة زي الدنيا اللي أنا شايفاها دلوقتي. مطلوب القبض عليكي لأنك متهمة في القضية رقم 332 اسم المسكي. واجه وحيد حامد في مسيرته الفنيه مشاكل رقابيه كتير في فيلم كشف المستور اللي اتعرض لمذبحه رقابيه، والسبب في كده ان الفيلم مس منطقه محرمه تخص علاقه الجهات السياديه والمخابرات بحياه الافراد، واللي اخرج الفيلم عاطف الطيب. حلو اللعب يا محسن بيه. وفاء، انتي بتشتغلي لحساب الدولة الجديدة مش كده؟ هتعرفيني سكة طلعت الحلواني ولا نطلب البركة من بقية المشايخ بتوع جزر البهاما؟ ما حصلش، كلها لسه موجودة وانا اتفرجت عليها بنفسي. انا مطلوبة للشغل تاني، ولما رفضت لقيت نفسي في حضن راجل ويا دوب حوالينا ملاية. وفي فيلم ملف في الاداب اللي بيلاقي فيه المواطن العادي نفسه قدام مستخدمي السلطه متهم ومهدور الكرامه في دهاليز الامن والمحاكم، فجت الصرخه الكبرى اللي اطلقها وحيد حامد في وش العداله للقاضي مباشره خبط لزق كده على لسان شخصيه مديحه: حكم البراءه بتاعك ما يلزمنيش. سؤال أخير، لما دخلت عليهم الشقة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا في حالة تلبس. يا سعادة البيه احنا كنا بناكل سمك، هو أكل السمك يبقى تلبس؟
اما فيلم البريء واللي اتمنع من العرض حوالي 20 سنه بقرار من 3 وزارات، وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ووزاره الثقافه، في حوار من حوارات عاطف الطيب الصحفيه اتهم منتجه الفيلم سميره احمد وزوجها صفوت غطاس بالتواصل مع جهات امنيه بهدف تغيير نهايه الفيلم، رغم ان الرقابه اشادت بالفيلم ووافقت على نهايته علشان يخلوا مسؤوليتهم خاصه بعد احداث الامن المركزي. واللي جاب الناحيه بلاغ اتقدم في الفيلم بسبب تقديم صوره واقعيه في عرض معسكرات الامن المركزي وتصوير الفيلم في معسكر حقيقي وظهور الضباط والعساكر بملابس عسكريه، وان ده يعتبر افشاء لسر عسكري. وبكده مستنيين ايه بقى؟ تم ايقاف الفيلم ومنعه من العرض. طب 3 بالله العظيم 3 بالله العظيم انا بحارب الاعداء، والتعويره اللي في راسي دي من واحد منهم، واعداء الوطن قدامي عين عينك كده هو انا وهم. الحمد لله اخوكم احمد مشرفكم ورافع راسكم، خدت شريطين 2 للشجاعه النادره 2. وفي سنة 1998 قال أحمد زكي في مجلة روز اليوسف إنه أخذ وعد من صفوت الشريف بالسماح بعرض الفيلم كامل، وكان رأي وحيد حامد إن ده مش هيحصل، وفعلا الفيلم ما اتعرضش إلا في 2005، وده بعد ما حذفوا مشهد النهاية، وكان وحيد حامد عنده حق، وده لأنه عنده مقدرة عظيمة في الاستنباط والتنبؤ باللي بيحصل حواليه، وعلى درجة عالية من التوقع بمتغيرات الزمن وتطور المجتمع، ومستشعر ماهر للخطر القادم على كافة أوجه الحياة، وده بقى اللي خلاه يقدر يتكيف مع كل المتغيرات السينمائية اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت. ها حلوين الشوية اللي فاتوا دول؟ مثال فور اكزامبل كده، وفي فيلم أرزاق يا دنيا عرض شخصية سعيد صالح في الإطار ده. ده حتة بتاع جربان انت ولا كنت سامعاك بتدندن من يومين. امال ايه؟ بتعرف تدندن؟ طبعا. تعرف تقول الكلمتين اللي بيقولوا مخينا ده حمار، ده انا غنى احسن منه بجد. وفي العائلة ألقى الضوء على الأفكار الظلامية اللي تبنتها الجماعات الإسلامية. ربنا ايه يا عم الراجل ده اذاك في حاجه عشان تعمل فيه ده كله؟ بيبيع بضاعه محرمه. الخيار بضاعه محرمه يا مصباح. ومن أهم أعماله اللي رصدت تاريخهم مسلسل الجماعة، بداية من مؤسسها حسن البنا ومرارا بتاريخها وروادها. وللتنويه المرشحة الأولى لأداء دور زينب الغزالي في مسلسل الجماعة كانت الفنانة شريهان، ولخلافات إنتاجية راحت دور لصبري. له عدة أعمال مقتبسة سواء أفلام أو مسرحيات أو روايات، وقدمها بحرفية عالية وجهة نظر جديدة علشان تتناسب مع البيئة المصرية. ولشجاعته الأدبية الغير مسبوقة وضع أسماء الأعمال اللي اقتبسها على تترات أفلامه، ومنها فيلم رغبة متوحشة المأخوذ عن مسرحية جريمة في حي الماعز تأليف الكاتب الإيطالي أوجيبتي، وبنات إبليس المأخوذ عن مسرحية المهاجر برسبيان للكاتب اللبناني جورج شحاتة، وغريب في بيتي المقتبس من الفيلم الأمريكي فتاة الوداع المأخوذ عن مسرحية فتاة الوداع للكاتب نيل سايمون. وقدم سيناريو فتوات بولاق عن قصة لنجيب محفوظ، فيلم الراقصة والسياسي لإحسان عبد القدوس، وفيلم عمارة يعقوبيان عن قصة لعلاء الأسواني. وفي رحلة وحيد حامد الفنية كان له العديد من الشراكات الفنية، أكترها كان مع المخرج سمير سيف، وأميزها مع عادل إمام، وأشجعها مع عاطف الطيب، وكان ده أقوى ثنائي من وجهة نظري، واللي شراكتهم أثمرت على جرأة وشجاعة غير مسبوقة بأعمال سبحت ضد التيار. وكتير مننا لما بيشوف أفلامهم بيقول إزاي الأفلام دي اتعرضت أو اتعملت من أصله. خد تجربة الإنتاج بتميز لبعض أعماله. سيد اللي جابك؟ إيه اللي جابني؟ ده أنت أمي، أول ما عرفت إنك خرجت قلت أكيد هتيجي هنا. ده احنا صغيرين قوي يا سيد. حاز على العديد من الجوائز من وزارة الثقافة ومهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة الفارس الذهبي وغيرها كتير من الجوائز طول مسيرته الفنية على مستوى مصر والوطن العربي. قانون الإجراءات الجنائية ولا قانون ساكسونيا؟ حضرتك عايزني نخدم البلد بقمصان النوم مش كده؟ ايه الحكايه رقاصه رقاصه؟ ما احنا الاتنين زي بعض يا عبد الحميد. انت قلت الادب وانت كذاب علشان بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الناس. كل واحد فينا بيرقص بطريقته، انا بهز وسطي وانت بتلعب لسانك وتخطب. بعض الجماعات من الجماعات بتاعتكم دول بتحرم الخيار والقته والموز والكوسه. والله ما صدقتش، ده كده الحكايه حقيقيه. ومين بقى اللي حرم اكل الخيار يا شيخ مصباح؟ علم عايشه بالقوانطه، الراجل مخوخ من جوه والراعي اتضرب بحالها. حاجات كتيرة هترخص وتبقى بسعر التراب، أنا وأنت والأستاذ وحضراتهم أجمعين. انتوا عايزين الناس كلها تبقى زي جحا، كل واحد عايش لنفسه بس، علشان الدنيا تبقى سداح مداح وحضراتكم تعملوا فيها اللي انتوا عايزين تعملوه. يا جبنة يا اللي صوتكم ما يعلاش إلا في الفرقة، خليكم في اللي انتوا فيه. ربوا العيال
وروقوا نفسكم ليلة الخميس، ويوم الجمعة اتوضوا وروحوا صلوا، وكفاية عليكم دعاء ورا الإمام. جاتكم 60 نيل. انت عملت كده ليه؟ هيدوك نشان؟ هتاخد ترقية لما تثبت علينا تهمة باطلة؟ انت ظالم ظالم، حرام عليك. ده انت ظابط وظيفتك انك تحمي الناس، مش تتبلى عليهم وتفضحهم بالكذب. عمرك شفت واحد بيكتب تقرير عن مراته؟ ما هم دول يا فندم اهل الثقه. السؤال، عمرك شفت سفاله اكتر من كده؟ بصراحه لا يا فندم. عملتني مجرمة ووسخت شرفي، خلتني مومس مشبوهة وانا من اطهر الستات، خربت بيتي وخلتني خسرت بيتي وجوزي وابني واخويا، دمرت حياتي كلها، وانت عارف كويس قوي انك لا تعرفني ولا شفتني. انا في عرضك. انت خليت لي عرض. عرفت حاجات كتير قوي. بلد من غير قانون تبقى غابة كبيرة جدا. برضو الإنسان إنسان، هو أصل الحضارة. الخير هو الأصل فيه، والشر هو اللي دخيل عليه. انا هحلم 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 هحلم. الشيلة تقيلة وكان قدها وقدود، انكسر القلم وبقيت الصورة والكلمة اللي كتبهم. نراجع الصورة ونسمع الحكايات. السهل الممتنع، الصادق المعبر، العميق الحاد، أعظم وأجود الحبكات من محطم التابوهات، والقافز خلف الأسوار، والغير مكترث لأي خطوط حمراء، حاصد الجوائز، الكاتب والفنان وحيد حامد.